صباح الخير. طبعا كلنا صحينا على فيديو النجم العالمي ابو اسلام اللي بيهاجم فيه الدكتور باسم يوسف. ابو اسلام او الحاج ابو اسلام او الاسطى ابو اسلام، لان بصراحه مش لايق عليه كلمه شيخ، وهو الراجل احترم نفسه واعترف ان هو مش شيخ، لانه لو كان شيخ كان ساعتها مش هينفع نقول عليه غير بالبلدي كده شيخ. طيب، بالنسبه للهجوم السافل بتاعك على دكتور باسم يوسف، فانا بصراحه مش فاهم انت ليه متضايق وليه باسم يوسف حارقكوا قوي كده. بصراحه الراجل انا شايف انه ما بيعملش اي حاجه غير انه مجرد بيجيب مقاطع من فيديوهاتكم واجزاء من احاديثكم وكلامكم اللي بصراحه هزء قوي ومثير للسخريه، ولازم لما نتفرج على برامج من برامجكم او كلام من كلام اي حد فيكم يعني بشكل تلقائي لازم نفطس ونقع في الارض بالضحك. الراجل مش ذنبه حاجه، وبصراحه انا شايف ان هو ملوش ذنب في ان انتوا بتاخدوا الكلام بمحمل سيء، وبعد ما بتاخدوه بمحمل سيء بتحطوه في دماغكم بشكل مش لطيف. طبعا انا بتكلم عن كلام دكتور باسم يوسف عشان عارف دماغكم اليومين دول بتروح في حتت غلط، فبصراحه الراجل ملوش اي ذنب. بالنسبه بقى لهجومك على مرات الدكتور باسم يوسف وذكرك ليها في كلام كده مريب، فمش شايف ان عيب قوي في الاسلام ان احنا نتكلم، وخصوصا انك بتتكلم بصفه الاسلام؟ مش عيب؟ هو ده الاسلام انك تتكلم على حد او مرات حد بالشكل ده؟ مش شايف كمان ان هو كمان او غيره او اي حد زي انا دلوقتي كده اقدر اطلع اقول ما تسلم لي على الحاجه والمدام اللي في البيت، واصلها برضو الاسبوع اللي فات كانت قاعده مش عارف مع مين، وبعدين نزلت راحت فين، ولما انت رحت شغلك هي عملت مش عارف ايه، ومحدش فاهم حاجه. فمتهيألي عيب قوي، لان الكلام ده رخيص وممكن اي حد يعمله، فبلاش تتضايق من حد بيعمل فيك حاجه انت دلوقتي بتعملها. اما بالنسبه للاسلام اللي انت بتتكلم باسمه، فهو ده الاسلام، وهي دي الشيوخ يا شيوخنا يا اجلائنا اللي انت بتقول انتوا اللي معاكم مفاتيح الجنه والنار ومين صح ومين غلط، عايزنا نمشي وراكم. هو ده الاسلام اللي انت عايزنا نمشي وراكم فيه؟ الاسلام اللي انتوا دلوقتي بتشوهه وبتقول ان القران فيه كله شتيمه، وان القران وان ربنا بيشتم فيه في اكتر من ايه، وان القران والاسلام وان ربنا والرسول والصحابه بيأمرونا ان احنا نرد السيئه بالسيئه، واللي يهاجمنا نغلط فيه ونشتمه باقذر الشتايم وبالاعراض وبذكر العورات. هو ده الاسلام. وبعدين انا مش فاهم ليه شيوخنا او مدعي الشيوخ، عشان ما اظلمش كل الشيوخ، مدعي الشيوخ في الفتره الاخيره بقى كلامهم كده تحس من وراه مش عارف انه الاسلام دين عنف، ان الاسلام بيحرض على العنف، ان الشيوخ عباره عن شواذ طول النهار بيتكلموا عن مذيع حليوه، او اللي عايز راجل، او اللي عايز حد ياخده في حته هو مش عايز يروحها، او ليلى علوي والهام شاهين. وبعدين حكايه ليلى علوي والهام شاهين انا مش فاهم، هم دول اخر تحديثات نجوم الاغراء عندكم؟ انتوا ما سمعتوش على غادة عبد الرازق ولا ايه؟ شكلكم مش متابعين افلام السبكي. طيب ايا كان، انا عايز اعرف كمان، اسال سؤال مهم جدا في الاخر كلكم تجاوبوني عليه. انا مش عارف ليه في الفتره الاخيره كل خروم بيطلع لا مؤاخذه يبيض علينا لازم يكون اسمه ابو حاجه، ابو اسلام، ابو يحيى، ابو انس، ابو اسماعيل، يعني ابوكم كلكم يا شيخ.